الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، هذا يوم عيد الأضحى، يوم الفرحة والسرور، يوم العبادة والشكور، فلله الحمد والمنة على ما من به علينا من قدوم هذا اليوم العظيم. فاعلموا أن أيام ذبح الأضحية 4: يوم العيد و3 أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا أو نهارا، والذبح في النهار أولى. ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: وكل أيام التشريق ذبح. إن للأضحية آدابا وشروطا يجب مراعاتها والعمل بمقتضاها. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليبهي به، فقال لها: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشهديها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأبجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وروى الإمام مسلم أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بريدة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جزعة من المعز. فقال: ضحي بها ولا تسله لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والمستحب للإمام أن يذبح أضحيته بالمصلى، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينهر بالمصلى. ويشترط سلامة البهيمة من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم، لما رواه أحمد والحاكم وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب قلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يدي، فقال: 4 لا يجزن: الأوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص. قال: ما كريت فدعه ولا تحرمه على أحد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن ليلة عيد الأضحى وأيامه أمورا ينبغي مراعاتها، من ذلك استحباب إظهار التكبير في المساجد والمنازل والأسواق والطرق، فالتكبير في العيدين سنة معروفة، ووقتها في عيد الفطر من رؤية هلال شوال، وينتهي بخروج الإمام إلى المصلى. والتكبير في الفطر يكون مطلقا غير مقيد، وأما في عيد الأضحى فيكون مطلقا ومقيدا. فالمطلق ما يكون في المساجد والمنازل والأسواق والطرق، والمقيد ما يكون دبر الصلوات المفروضة من صلاة المغرب من يوم النهر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وذلك لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأدعموا البائس الفقير. فالأيام المعلومات هي الأيام الأشهر بخلاف الأيام المعدودات الوارد ذكرها في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
فهذه هي أيام التشريق التي هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى. وقد أورد البخاري في صحيحه أن ابن عباس قال: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وأما ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. إخوة الإسلام، إنه يسن لجميع النساء أن يخرجن إلى المصلى، الأوائق وذوات القدور والهيض. أما الهيض فيصلين فلا يصلين بل يشهدن دعاء الإمام في خطبته، لما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الهيض يوم العيدين وذوات القدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الهيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إيدانا ليس لها جلباب. قال: تلبسها صاحبتها من جلبابها. ثم إذا غدوا من طريق رجعوا من طريق غيره، لما رواه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذا العيد المبارك ونحن على أحسن وضع في الدين والصحة والاقتصاد، ويشفق علينا فينقذنا من سيطرة هذه المجموعة النصرانية المتطرفة التي تسعى إلى تهميشنا وتنهيتنا ومحو آثارنا ظلما وعدوانا وعلوا في الأرض. ونسأله تعالى أن يزلزل الأرض تحت أقدامها ويجعلها عبرة للمؤتبرين وجملة من المنسيين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. فإننا إليه نشكو ضعف قوتنا وقلة هيلتنا وهواننا على الناس في هذه الولاية التي لم نكن أقلية فيها، ونسأله أن يوفق رئيس بلادنا ويسدد خطاه ويرزقه البطانة الصالحة ويفتح عليه وعلى ربوع البلاد وجميع المواطنين بركات من السماء والأرض، فيخيم الأمن ويجتمع الشمل ويهل التواصل، فتزول الخلق والانزعاج والضيق والحزن، ويسعد الجميع في ربوع بلاده وفي بني جلدته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ‘Yan uwa musulmi, wannan shine yinin idin layya, yinin farin ciki da nuna godiya ga Allah. Lalle abin da ke wajibi a kanmu, mazanmu da matanmu, shine mu nuna godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki, mu durƙusa, mu roƙe shi domin ya karɓa mana ibadunmu, ya kuma sanya albarka cikin daminarmu, ya sauko mana da farashin kayayyakin abinci da sauran kayayyakin masarufi, ya bunƙasa ‘yan kasuwanmu da manomanmu da makiyayanmu da masu sana'ar hannu a cikinmu da dukkan al'ummarmu, ya kawo mana ƙarshen dukkan fitinu da ke ƙasarmu. Sannan kamar yadda aka sani ne cewa dukkan shekara mukan ja hankulan musulmi a duk inda suke da su ba wa ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wato sadakar fatun layyarsu domin yin ayyukan da'awa da ciyar da musulunci gaba. Muna fata musulmin jihar Taraba da sauran musulmin Najeriya za su ba da haɗin kai su bayar da fatun layyarsu ga kwamitin fatun, wato kwamitin tattara fatun layya. Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahi alhamd.
Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yan uwa musulmi, kamar yadda kuka sani ne cewa a yau muna 10 ne ga watan Zulhijja kuma 20 ga watan Julai Tammuz. Kenan yau kwana 60 ne cif da shugaban 'yan ta'addan khawarijawan Boko Haram Shekau ya kashe kansa da kansa ta hanyar tayar da bom da ke jikinsa saboda gudun abokan husumarsa su kama shi a matsayin fursunan yaƙi. Shi dai Shekau ya kashe kansa ne a maɓuyarsa da ke dajin Sambisa a ranar Laraba 20 ga watan 10 wato 1442 hijira, wanda ya dace da 19 ga watan 5 2021 meladiya. Kamar yadda aka sani ne cewa mutumin da ya kashe kansa da kansa ko ma saboda wani irin dalili ne, to wannan al'amari ne wanda yake haramun a bisa ittifaƙin maluman musulunci. Abu ne da yake haramun a bisa nassin annabi mai tsira da amincin Allah cikin ingantattun hadisansa. Sannan abin da malamai suka ce shine mutumin da abokan husumarsa ko abokan yaƙinsa suka ritsa shi, suka yi masa ƙofar rago, yana da damar bin hanya ɗaya daga cikin hanyoyi biyu. Hanyar farko ita ce ya ci gaba da yaƙarsu har dai su kashe shi, ya yi shahada a wannan lokacin. Hanya ta biyu da ke gabansa ita ce ya miƙa kansa gare su, su kama shi a matsayin fursunan yaƙi, sannan ya yi iya ƙoƙarinsa na ɓoye sirrin musulmi. Wannan shine abin da malaman musulunci suka faɗa. Tabbas babu inda shari'a ta ce mai irin wannan hali ya kashe kansa da kansa saboda tsoron kamun maƙiya. Imamu Muslim ya ruwaito hadisi na 109, da Imamu Tirmizi hadisi na 2043, da Imam Ahmad hadisi na 7448, daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce, manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce, duk wanda ya soki kansa da wani ƙarfe, to ƙarfensa na hannunsa, wato zai yi ta sukan cikinsa da shi a cikin wutar jahannama, yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikinta har abada. Duk wanda ya kashe kansa da guba, to gubar tana hannunsa, zai yi ta lasarta a cikin wutar jahannama, yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikinta har abada. Duk wanda ya faɗar da kansa ko ya gangarar da kansa daga kan dutse ya kashe kansa, to zai yi ta gangarowa a cikin wutar jahannama, yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikinta har abada. Irin waɗannan hadisai suna da yawa cikin littattafan hadisi. Lallai mutum ya kashe kansa da kansa shine mafi munin abin da ake kira mummunan ƙarshe, kuma malamai sun tabbatar da cewa har abada musulmin kirki ba zai yi mummunan ƙarshe ba. In har aka ga mutum ya yi mummunan ƙarshe, to tabbas shi mutumin banza ne a cikin aƙidarsa da aikinsa. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ruwaito cikin littafinsa Ad-Da'u wad-Dawa a shafi na 391 daga babban malamin hadisi wato Abdul Haq bin Abdurrahman al-Ishbili cewa ya ce, ka sani lalle su'ul khatima, wato mummunan ƙarshe, Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga gare shi, baya kasancewa ga mutumin da zahirinsa ya daidaitu, baɗininsa ya yi kyau. Alhamdulillahi, ba a taɓa jin wannan ba, ba a kuma taɓa saninsa ba, amma yana kasancewa ne ga wanda ɓarna ke cikin aƙidarsa, ko yake da togewa akan kaba'irai, ko yake aikata manyan zunubai gaba gadi. Iyadan billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Yan uwa musulmi, tun sama da shekaru 17 ne yan uwa masu da'awa suke faɗakar da al'ummar mu irin illar da batar da khawarijawan Boko Haram suke kanta, illa da batar da ke wajabta musu yi wa hukumomin ƙasa tawaye, take wajabta musu su riƙa haramta wa al'umma yin karatun boko, duk da irin ɗimbin fa'idar da ke cikin
karatun a ɓangaren sana'a da zamantakewar duniya. Take wajabta musu su rika haramtawa al'umma yin aiki a ƙarƙashin hukumomin gwamnati da kamfanoni. Take wajabta musu su rika haramtawa al'umma yin abubuwan da za su gina ƙasarsu da shi da al'ummarsu ta hanyar yin su, har dai ta kai lokacin da su waɗannan kawarijawa suka ɗauki makamai a ƙarƙashin shugaban bid'arsu na biyu Abubakar Shekau a ranar 30 ga watan 7 2009 suka yi ta yaƙar hukumar ƙasa da jami'an tsaronta, suka yi ta kashe jami'an tsaro da sauran talakawan ƙasa, suka yi ta ƙona dukiyoyin gwamnati da dukiyoyin ɗaiɗaikun mutane, suka yi ta tada bumabumai a cikin masallatai da kasuwanni da tashoshin mota da coci-coci da duk inda matattarar jama'a take. Suka yi ta sace 'ya'yan makaranta, suka yi ta sace matan aure suna fasikanci da su, suka yi ta yin waɗannan abubuwa da duniya ba ta taɓa ganin irinsu ba a tarihinta na kusa-kusan nan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahi alhamd. To amma alhamdulillah gashi yau muna raye, Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa duniya ƙarara cewa lallai khawarijawan Boko Haram ba sa kan aƙida mai kyau, lallai ba sa kan sunnar annabi mai tsira da amincin Allah, lallai ba jihadin da musulunci ya kawo bane suke yi, lallai abin da suke yi ba wani abu bane face ta'addanci da rusa ƙasa da yaɗa barna a cikin al'umma. Babbar ayar Allah cikin wannan shine irin yadda shugabansu, abin koyinsu cikin bid'arsu Abubakar Shekau ya yi mummunan ƙarshe, ya yi su'ul khatima ta hanyar kashe kansa da kansa saboda gudun kamu. Muna kira ga kawarijawan Boko Haram a duk inda suke cikin Najeriya da makwabtanta da su yi wa kansu ƙiyamun laili, su gaggauta tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, su gaggauta tuba, su yi riko da sunnar manzon Allah mai tsira da amincin Allah cikin dukkan aƙidarsu da dukkan ibadarsu da dukkan mu'amalarsu, su yi haka saboda ubangijinsu da neman yardarsa da rahamarsa. Yan uwa musulmi, lalle ita dabbar layya ana so ta zama lafiyayya, kosasshiya, mara manyan aibi, saboda hadisi na 4459 da Nasa'i ya ruwaito, na 3144 da Ibn Majah ya ruwaito, na 18533 da Ahmad ya ruwaito, na 1718 da Hakim ya ruwaito, na 2912 da Ibn Khuzaima ya ruwaito, na 5919 da Ibn Hibban ya ruwaito da isnadi sahihi daga Ubayd bin Fairuz yace, na tambayi Bara bin Azib nace, ga ya mini abinda manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya hana a yanka a matsayin layya ko kuma ya kyamata. Sai ya ce, manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya miƙe cikinmu, hannunsa na wanda ya fi hannuna gajarta, sannan ya ce, hudu ba za su isa yin layya ba, mai ido ɗaya wacce kasancewarta mai ido ɗaya ya bayyana a fili, mara lafiya wacce rashin lafiyarta ya bayyana a fili, gurguwa wacce gurguntakarta ya bayyana a fili, mai raunin jiki wacce babu ɓargo a cikin ƙashinta, ko wacce babu kitse a cikinta. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahi alhamd. Yanwa musulmi, lalle wajibi ne shugabannin siyasar mu a jihar Taraba su daure, su cije, su yi iyawarsu, su haɗa kai domin ceto al'ummarmu da har kullum azzalumai suke ta sharewa ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Lalle ne kowa daga cikinsu ya zamanto a shirye yake domin sarayar da burinsa na kaiwa ga wani ayyanannen mukamin siyasa domin tabbatar da babbar maslahar al'ummarmu. Lalle yin haka shi ne daidai a idanun shari'a, shi ne kuma daidai a gurin masu hankalin duniya, shi ne kuma zai sa shi ne kuma zai sa albarka a cikin
wato albarka ta yawaita cikin al'ummar mu su bunƙasa. Shugabannin siyasar mu ya kamata su sani lalle hanyoyin Allah na da yawa a gare su, lalle ƙofofin Allah na alheri. Saboda haka su jure, su cije, su yi abin da ya kamata. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahi alhamd. Yan wa musulmi, wajibi ne shugabanninmu na mulki su nuna kishin ƙasarsu da kishin al'ummarsu, hakanan jami'an tsaronmu, hakanan sauran talakawanmu. Lalle da wannan ne za mu ciyar da ƙasarmu gaba, da wannan ne ƙasarmu za ta bunƙasa. Sannan muna yabo da jinjina ga jami'an tsaronmu da suke nuna jaruntaka da bajinta a fagen daga da gwagwarmaya domin murƙushe nau'ukan 'yan ta'adda masu neman rushe ƙasarmu da al'ummarmu, masu neman zubar da mutuncin ƙasarmu a idanun al'ummar duniya, masu neman dawwamar da al'ummarmu cikin firgici da tashin hankali. Lalle babu hujjar jami'an tsaronmu su ji tsoron mutuwa a fagen dagar murƙushe 'yan ta'adda a bisa dukkan nau'ukan 'yan ta'adda. Saboda yaƙin da suke yi yaƙi ne domin kare ƙasarsu daga rushewa, domin kare jama'ar ƙasarsu daga mutuwa, domin kare dukiyar ƙasarsu da dukiyar al'ummarsu daga salwanta, domin kare mutuncinsu da mutuncin al'ummarsu da mutuncin ƙasarsu daga duk kuwa wanda ya mutu a lokacin da yake kare waɗannan abubuwa dukkansu, ko yake kare ɗaya daga cikinsu, lallai ya yi mutuwar shahada, matuƙar dai ya mutu. Dalili kuwa shine Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi na 4772 da Tirmizi na 1421 da Nasa'i na 3544 da Ahmad na 1652 da Ibn Majah na 2580 da isnadi sahihi daga sahabi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, na ji manzon Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa duk wanda aka kashe lokacin da yake kare dukiyarsa shi shahidi ne. Duk wanda aka kashe a lokacin da yake kare jininsa shi shahidi ne. Duk wanda aka kashe a lokacin da yake kare addininsa shi shahidi ne. Duk wanda aka kashe a lokacin da yake kare iyalansa shi shahidi ne. Intaha. Saboda haka jami'an tsaronmu su ƙara jan ɗamara domin su murƙushe dukkan nau'ukan 'yan ta'adda a wannan ƙasa tamu. Ni ma ba don shekaru na sun ɗaga ba, da za ga kwamandin da zan yi. Jami'an tsaronmu su ƙara jan ɗamara domin su murƙushe dukkan nau'ukan 'yan ta'adda a wannan ƙasa tamu, wacce take mallakar mu ce, mallakar iyayenmu da kakanninmu, mallakar ƴaƴanmu da jikokinmu masu zuwa nan gaba. Lalle ne jami'an tsaronmu su shiga dukkan dazuka, su hau dukkan duwatsu, su kutsa cikin dukkan kurmi domin su farauto dukkan nau'ukan 'yan ta'adda. Sannan idan suka tinkare su kuma 'yan ta'addan suka ɗaga musu makami, to su hallaka su gaba ɗayansu. Idan kuma 'yan ta'addan suka ajiye makami suka miƙa wuya gare su, to su kama su kawo su gaban shari'a domin su fuskanci hukunci mai tsananin gaske. Saboda haka babu hujjar 'yan sandanmu ko sojojinmu ko sauran jami'an tinkaran 'yan ta'adda. Duk wanda ya mutu da sharaɗin imani tare da shi domin tsarkake al'ummanmu da ƙasarmu daga wayannan 'yan ta'adda, tabbas ya yi shahada. Domin Najeriya nan mallakar mu ce, wayannan 'yan ta'adda wannan ƙasar suke son su lalata,
'ya'yanmu suke so su walakanta, ɗalibanmu da suke makarantu suke ɗauka su kaskantar da su, matanmu suke ɗauka su yi zina da su, mu suke kashewa, dukiyoyinmu suke kwacewa. Saboda haka wurin yakar waɗannan, in mutum ya mutu aljanna zai tafi insha Allah ta'ala. Wannan shine musulunci. Saboda haka babu ranar tsoro wurin tinkararsu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa wannan damina tamu ta zamanto damina mai yawan albarka. Muna roƙonsa da ya maimaita mana wannan idi shekaru masu yawan gaske, muna cikin lafiya tare da imani da yalwar arziki. Wannan fili yan uwa musulmi da kuke gani, wani bawan Allah ne mutum guda ya ba mu wannan fili tun shekaru da yawa da suka wuce. Kuma banda ma wannan filin, duk shekara shi yake kawo babban rago domin liman. Kai, wannan bawan Allah, Allah masa kayar alheri. Allah ka sanya albarka cikin rayuwarsa, ka sanya albarka cikin zuriyarsa, ka rufa masa asiri har abada ya ubangijinmu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya sanya albarka cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu, da noman manomanmu, da kiwon makiyayanmu, da sana'ar masu sana'armu, da karatun 'yan makarantarmu. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Assalamu alaikum. Sannu, masha Allah, ga wannan gilas. Yayi ba laifi. Madalla. Alhamdulillah. Ai wato Allah ya tabbatar. Yayi kyau. Yayi kyau. Madalla, alhamdulillah. Honorable Sannungu. Madalla Sannungu. Masha Allah. Madalla, assalamu alaikum. Honorable, kuna lafiya? Alhamdulillah. Masha Allah. An tsara abin? Masha Allah, alhamdulillah. Madalla. An gama?